دايما بيقولونا ما تبصوش في المراية أكتر من اللازم، وبيحذرونا من الكلام مع نفسنا بصوت عالي خاصة بالليل، وبيوصونا نقول الأذكار قبل النوم عشانه هو، عشان ما يظهرش القرين، الظل اللي بيشبهك وبيعرفك أكتر من نفسك، وبيضحك نفس ضحكتك، وبيفكر بنفس تفكيرك. ده حتى في ناس بتقول إن القرين هو مراية بتعكس اللي جواك. يعني لو واحد شرير وبيعمل حاجات دايما وحشة بيكون قرينه شبهه، ولو واحد طيب وبيعمل أفعال كتير خير برضه بيكون قرينه شبهه. بس هو بيخاف من حاجة واحدة بس، إنك تشوفه. مش دايما الأحلام أحلام، ومش دايما اللي بيخبط على بابك إنسان. ودي حكاية ياسمين، بنوتة بعتت لي من متابعين القناة وحكت لي حكايتها مع القرين، بس حكايتها كانت مختلفة، مش الشر اللي دايما بنسمع عنه. وقالت لي إن هي حلمت بقرينها، أو يمكن شافته، وابتدت كلامها وقالت: أنا مش بحب أتكلم في الحاجات دي، بس اللي خلاني أتكلم المرة دي ومسكتش عن الموضوع إن الموضوع وصل معايا لحد الخوف الحقيقي، لأن اللي حصل ما كانش طبيعي. وأنا لحد النهاردة مش متأكدة إذا كان حلم ولا حقيقة، ولو حلم مش متأكدة أنا صحيت منه ولا أنا لسه جواه. كانت الساعة 3 الفجر، وأذان الفجر كان لسه ما أذنش. كنت قاعدة في أوضتي مش نايمة، واعية كويس جدا، بس حاسة إن في حاجة مش مريحة. وفجأة الباب خبط خفيف في الأول، بعدها بقى خبط سريع وورا بعضه، لدرجة إن الكلبة بتاعتي بدأت تهوهو بشكل مش طبيعي، مش زي كل مرة. لا، دي كانت بتخربش في الباب، كأنها بتحذرني إن في حد واقف بره. أنا قلت يمكن الراجل بتاع الزبالة بيعدي متأخر علشان ياخدها من قدام البيت، بس أنا كان فيا حاجة مش مظبوطة، كان قلبي مقبوض. ورحت على باب الشقة وبصيت من العين السحرية، وكانت المفاجأة شفتني. أيوة، أنا واقفة بره نفس شكلي، بس لابسة حجاب. كنت شايفة ملامحي بنفس الطريقة وبنفس تعبير الوش، بس عينيها كانت سودة سودة بطريقة مش طبيعية. رجعت خطوتين لورا من خوفي، من كتر الرعب اللي أنا فيه قلبي كان بيدق جامد. قلت لنفسي يمكن بهلوس. فتحت الباب، ما كانش فيه أي حد، ولا فيه صوت ولا فيه حركة. قفلت الباب ولفيت، لقيتها اللي كانت واقفة بره دلوقتي واقفة جوه قدامي في نص الصالة. كانت بتبصلي، بس ما كانتش بصة فيها شر، وبرضه مش بصة طيبة، بصة كده شبه المراية بس من غير إزاز. وقلت في سري: أعوذ بالله، إيه ده؟ وأنا برجع خبطت ظهري في طرف النيش، حسيت ساعتها بوجع شديد في ظهري. في اللحظة دي هي ضحكت ضحكة ناعمة، مش شريرة، مش مريبة. قالت لي جملة بترن في ودني لحد النهاردة. قالت لي: أي حد عملك حاجة هتتقلب عليه. في اللحظة دي أنا رجعت دم أسود، ورجعت صراصير صغيرة كتير وحشرات كتير من بقي، كانت بتتفرق وبتجري حواليا. كنت مرعوبة، بس حسيت بعدها براحة، مش إن أنا مرتاحة، لأ، حسيت إن أنا كأني فاضية من جوه، كأني اتغسلت من جوه. مشيت ناحيتها وكانت لسه بتضحك نفس الابتسامة، ما أذتنيش وما عملتش فيا أي حاجة. كانت لسه واقفة وبتبصلي نفس البصة. من غير أي حاجة دخلت أوضتي وقفلت الباب واتغطيت ونمت. فضلت نايمة يوم 2، معرفش. بس لما صحيت، مكان ظهري ومكان الخبطة بتاعت النيش كان فعلا معلم في ظهري،
كدمة بنفسجية كبيرة، كأن ظهري اتكسر. أنا مش متأكدة هي مين ولا ظهرت ليه، بس من يومها كل ما أبص في المراية بحس إن أنا بتأخر ثانية. يعني مثلا لما ابتسم، وشي في المراية بيتأخر يرد الابتسامة بثانية واحدة، كأني مش بضحك لوحدي، كأن حد بيضحك معايا جوه راسي. وبالليل بسمع نفس الخبط، بس بصراحة ما فتحتش تاني. بعد ما صحيت بليلة كنت بحاول أفهم إيه اللي حصل. بدأت حاجات غريبة تظهر في البيت، وأنا بنضف لقيت طبق فخار مكسور تحت السرير، وموجود جواه خيوط شعر ملفوفة في منديل متعفن جوه الدولاب. كنت بشم ريحة مسك رخيصة مش حلوة، كانت بتبقى جاية من البلكونة. وأنا مش من النوع اللي بيصدق في الأعمال وفي السحر، بس أخويا الكبير لقى كيس صغير مدفون في قصيص الزرع اللي عندنا على السطح. أول ما فتحه لقينا ورقة متنية 4 مرات، جواها مكتوب اسمي، ومكتوب تحته تفريق ونكد ومرض. ولقينا معاه شعر ملفوف على شكل دايرة ومعمول عليه ربطات. في اللحظة دي حسيت إن كأن جسمي كله اتجمد. اتأكدت إن فعلا في حد كان عامل لي عمل، وإن اللي أنا شفته ما كانش تهديد، بالعكس ده كانت رسالة وتحذير، كانت صحوة. والجملة اللي قالتها لي رجعت ترن تاني في ودني من جديد: أي حد عملك حاجة هتتقلب عليه. وفعلا بعدها بأيام كان في واحدة صاحبة ماما بتيجي ليها البيت كتير، وكانت بتبصلي بنظرات غريبة ما كانتش مريحة. كنت بترجمها دايما إن هي بتغير مني علشان بنتها لسه ما اتخطبتش. في لحظة لقيناها اتحجزت في العناية المركزة بسبب جلطة مفاجئة. عرفت بعدها إن هي كانت السبب، وهي اللي ورا العمل، وإنه اتفك لما دخلت في غيبوبة ودخلت العناية المركزة. أنا لحد النهاردة مش متأكدة إذا كان اللي كنت شفته ده قريني ولا ملاك حارس ولا إيه، ولا حاجة تانية خالص. بس اللي أنا متأكدة منه إن اللي جالي كان بيحذرني من شر عشان ما يكملش، وإني بعدها ما بقيتش أخاف من وش القرين. بالعكس، بقيت بقول جوايا كل يوم: لو شفت أي شر عليا تاني، أو لو شفتني بتأذي تاني، تعالى وحذرني.